المفروض ان اسماعيل كان عامل لي مفاجاه بقاله فتره كبيره بيحضر فيها. دايما لما بنسمع كلمة مفاجأة بنفتكر حاجة حلوة، حاجة تفرح، حاجة تخلي الشخص مبسوط. بس ايه اللي يحصل لما المفاجأة دي تتقلب لدموع؟ هحكي ليكم قصة الفنان الشعبي اسماعيل الليثي اللي كان بيجهز مفاجأة لمراته بمناسبة عيد ميلادها، لكن للأسف المفاجأة دي كان ليها تأثير تاني خالص عليه. ايه هي المفاجأة بالظبط وليه زعلت منه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. اسماعيل الليثي واللي بنشوفه دايما بيغني وبيفرح الناس قرر انه يعمل حاجه مميزه لمراته، وده بمناسبه عيد ميلادها. بقاله اسبوعين بيحضر للمفاجاه وعاوز يهون عليه ويخفف عنها شويه من الزعل اللي بقاله فتره كاتم على قلوبهم بعد رحيل ابنه ضاضة السنه دي. عيد الميلاد ده مختلف تماما لان ضاضة اللي كان بيملى حياتهم فرحه وحب مش موجود. مراته كانت فاكره انه بيحضر لسفريه او انه بيجهز لحاجه تفرحهم وتنسيهم ولو للحظه واحده مراره الفراق، وعايزه تخرج من الحزن اللي حساه. بس الليثي كان شايف ان المفاجأة اللي هتهدي قلبه وقلبها هي انه يغني لابنهم واللي مشي بدري واللي فقده فجأة وهو عنده 9 سنين بس. عمل اغنية اسمها ابن عمري، اغنية بتعبر عن زعل الاب اللي فقد ابنه، عن مشاعر بيوصفها بكلمات نبع من قلبه الحزين. كل كلمة وكل نغمة فيها حزن، فيها مشاعر مكبوتة. الاغنية دي بقت زي رسالة لكل اب وام فقدوا ضناهم. اول ما سمعت الاغنية رد فعلها كان قوي ومؤثر، بكت بشد وفضلت تقول له حرام عليك اللي عملته فيا، انا مش قادره، وجع قلبي كفايه، مش ناقصه وجع تاني. كانت زعلانه جدا، مش قادره تستحمل فكره ان ابنها مش موجود وانه لسه بيسمع اسمه في اغنيه حزينه. اسماعيل الليثي اللي قلبه مكسور على ابنه حس ان دي افضل طريقه يعبر بيها عن مشاعره، مش لاقي طريقه يخفف بيها زعل، فقرر انه يغني لابنه اللي مشي علشان يفضل اسمه معاه ومع الناس. فعلا الأغنية لمست قلوب كتير من الناس واللي شافوا الفيديو ده وسمعوا الأغنية. ضاضة الولد اللي كان بيملأ البيت ضحك وحب فقدناه بطريقة صعبة جدا لما وقع من الطابق العاشر. الواقعة دي خلت ناس كتير من أصدقائه وأسرته في حالة حزن وزعل ما بينتهيش. إسماعيل الليثي لخص مشاعره كلها في الأغنية كأنه بيقول لكل حد بيسمعها أنا أب زعلان، أنا لسه مش أحسن حال، وأنا بس عاوز أقول لابني اللي رحل انه لسه في قلبي. الفيديو انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا والكل تعاطف مع الحكايه، كل حس بالزعل اللي اسماعيل ومراته بيمروا بيه. الاغنيه بقت رمز للحب اللي مش بينتهي، للحزن اللي مش سهل يختفي. اغنيه ابن عمري اتحولت لاكتر من مجرد لحن وكلمات، دي بقت جزء من قصة أب لسه مش قادر ينسى ضناه. وفي النهاية إسماعيل الليثي قدم أغنية من القلب، مش علشان يفرح الناس لكن علشان يشارك زعله معاهم، يمكن يلاقي في تعاطفهم شوية من الراحة. الأغنية مش مجرد هدية لمراته لكنها كمان رسالة حب ووفاء لابنه اللي هيعيش في قلبه طول العمر. دلوقتي الكل بقى بيتكلم عن إسماعيل الليثي ومراته وإزاي قدروا يعبروا عن زعلهم بالطريقة دي. ناس كتير حسوا إن الأغنية دي بتمثلهم وإنها مش بس بتتكلم عن قصة ضاضة لكنها كمان بتمس كل أب وكل أم فقدوا حد غالي عليهم.